السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بتحضير ميني باغيت معمر بحشوة لذيذة واقتصادية. كيجي رائع، رطب وخفيف ولذيذ في نفس الوقت كيف ما كتشاهدوا. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعليقات. بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله. كناخد 3 حبات جزر اللي بشرتهم بهذه الطريقة، كنوضعهم في مقلاة، كنضيف ليه الملح، القليل من الفلفل الأسود أو الإبزار، وزيت الزيتون أو زيت المائدة. كنخلطه جيدا مع التوابل وكنخليه على نار هادئة حتى كيتشحر. صافي، هو الجزر ديالنا وجد، غنطفيو عليه النار. خديت هنا بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة، غنضيف ليها ربع ملعقة صغيرة ملح، قليل من زيت الزيتون أو زيت المائدة. كنضيف ليهم فلفلة خضراء مقطعة وفلفلة حمراء مقطعين قطع صغيرة. إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي، عملوا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله، وشكرا. من بعد ما ضفت انايا الفلفل الاحمر والاخضر، غادي نخلط جيدا ونخليهم يتشحروا شويه. غنخليهم تقريبا 3 دقائق على نار متوسطه. من بعد ما تشحرت ليا البصله مع الفلفله شويه، كنضيف لهم 300 غرام من الدجاج اللي قطعته قطع صغيره. تقدروا تستعملوا حتى اللحم المفروم اللي متوفر عندكم. كنضيف لهم فصين من الثوم او بودره الثوم. كنضيف التوابل، عندي كركم، زنجبيل، فلفل اسود او ابزار، كمون، فلفل احمر، والقليل من الفلفل الحار اختياري، ايضا القزبر والمعدنوس. كنخلطهم جيدا حتى كينسجموا مع بعضهم. من بعد كنوضع غطاء وكنخليه كيطيب على نار متوسطه حتى كينضج. من بعد ما طاب الدجاج كيف ما كتشاهدوا، غنضيف ليه الجزر اللي شحرنا، ونضيف كذلك زيتون اخضر مقطع. كنخلطوهم جيدا حتى كينسجموا مع بعضهم. النار دائما متوسطه. من بعد ما كتنشف الحشوه تماما، كنضيفوا ليها الجبن مبشور اي نوع كتوفروا عليه. كنخلطوا الجبن مع الحشوه ديالنا جيدا حتى كينسجموا. غير يذوب لينا الجبن ونطفيو النار. بالنسبه للعجين، كناخذ كاس حليب 140 مليلتر، كنضيف ليه معلقه كبيره خميره الخبز، كنخلطوا جيدا حتى كينسجموا مع بعضهم. كنضيف القليل من الملح،
خميرة الحلويات من فئة 7 غرام أو 8 غرام. كنخلطو الكل. كنضيفو الدقيق الابيض، تقريبا غنستعمل نصف كيلو. هنا غنوضعو نصف الكميه. وضفت كذلك كأس ماء، ما تصورش، نفس الكأس ديال الحليب وضعته ماء، تقريبا 140 مليلتر ديال الماء. وكنخلطو جيدا، وكنغطيه بالسلوفان وكنخليه تقريبا 15 دقيقه. من بعد 15 دقيقه كنضيف ليه نصف كأس زيت المائدة او زيت الزيتون، تقريبا 70 مليلتر. كذلك كأس من السميد الناعم او دقيق الفينو 120 غرام. نضيفو الكميه الاخرى من الدقيق. في المجموع ديال الدقيق الابيض استعملت نصف كيلو. ونجمعوا العجين بهذا الشكل هذا. ما نحتاجوش ندلكو العجين، فقط غير نجمعو غير بالاصابع. القوام ديال العجين خاص يكون رطب كيف ما كتلاحظوا، ما تكونش قاصحه. من بعد كنوضعوا العجين على سطح العمل، كنرشوا القليل من الدقيق وكنشكلوا العجين بهذه الطريقه هذه. كنقطعوا العجين قطع تكون صغيره بهذا الشكل. انا قطعت تقريبا 16 قطعه. غناخذ كل قطعه ونشكل كويره صغيره كيف ما كتشاهدوا. بنفس الطريقه غنشكلهم كاملين كويرات صغيره بهذا الشكل. من بعد كنغطيهم بمنديل باش ما كينشفش لينا العجين. كناخذ كويره، كنرش الدقيق على سطح العمل وكنبسطها بالمدلك بهذه الطريقه هذه. كنرش الدقيق فقط من الاسفل، ما كنرش عليها الدقيق من الفوق. كناخذ القليل من الحشوه بهذه الطريقه هذه، كنوضعها في الوسط وانا كنقد فيها. كنجمعوا الاطراف بالاصابع كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، غير بالاصابع. كنحاولوا نلصقوا الاطراف جيدا. الا وضعتوا الدقيق من فوق ما غاديش يلصق لكم العجين. يعني فاش كنبسطوا كنوضعوا الدقيق غير من الاسفل. كنبسطوها بهذا الشكل، كنقادوها وكنوضعوها في صفيحات الفرن. ناخذ هنا صفر بيضه، ضفت ليها القليل من الحليب، غنخلطهم جيدا وغندهنوا بهم الباغيت ديالنا. غندهنوه جيدا حتى من الجوانب. كل ما دهنا جيدا كنحصلوا على داك اللون الذهبي. الا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكتبوا شي تعليق زوين. الله يجازيكم بخير. الناس اللي يلا التحقوا بالقناه مرحبا بكم. صافي كنستمر حتى كنكمل الطاوه ديالي اولا الباغيت اللي عندي. من بعد كنرش عليهم القليل من السمسم. كنسخنوا الفرن جيدا قبل ما ندخلهم يطيبوا. كنستمر حتى كنكمل. كناخذ سكين وكنوضع خطوط بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. من بعد كندخلوهم كيطيبوا على نار متوسطه من الاسفل اولا
نتوما من فوق، وكنخليهم حتى كياخذوا داك اللون الذهبي. هذا هو الشكل ديالهم ملي خرجناهم من الفرن. شوفوا ما شاء الله لون رائع، كيجيو رطبين وخفاف. الباقيت ديالنا جاهز، كيجي صراحه رائع. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعليقات. غنفتح معكم وحده. شوفوا ما شاء الله كيجي عامر صراحه، كيشهي. شوفوا مفشفش ورطب ومهوي من الداخل. نتمنى يعجبكم. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.